السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل النهاردة وجبة عائلية اقتصادية احلى من المطاعم. هعمل ان شاء الله اجنحة الفراخ المشوية بتتبيلة حلوة قوي هتعجبكم جدا. هقدمها مع بطاطس وسلطة. شايفين الفراخ مستوية خالص ازاي؟ بس في الأول صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحطوا لايك للفيديو وتعالوا يلا نسمي الله ونبتدي على طول. المقادير معايا عبارة عن كيلو أجنحة فراخ، 3 معالق كبار كاتشب، 3 معالق كبار زيت، معلقة كبيرة صويا صوص، معلقة كبيرة مستردة، معلقة صغيرة توم مفروم، معلقة صغيرة بشر ليمون، معلقة كبيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسمر. اول حاجه معايا الاجنحه مغسوله ومتنضفه كويس جدا بالدقيق والخل والملح، وبعد كده نقعتها في ميه بليمون لمده نص ساعه. شطفتها كويس بالميه وعملت لها تشققات كده بالسكينه. في بوله هضيف كل المكونات اللي قلت عليها وهقلبهم مع بعض كويس. ممكن تضيفوا للتتبيله صوص حار لو انتوا عايزين طعم الاجنحه يبقى سبايسي او حامي شويه. هضيف دلوقتي الاجنحه وهقلبها كويس جدا في التتبيله بالشكل ده. هغطيها واسيبها ليلة كاملة في التلاجة علشان تشرب من طعم التتبيلة كويس. معايا هنا صينية هفرشها بورقة زبدة وهرص عليها الأجنحة وهدخلها فرن ساخن على درجة حرارة 190 لحد لما تستوي وتاخد لون الشوي الحلو. هجهز دلوقتي السلطة. هضيف على الخس جزر، بصل وطماطم، تفاح وخيار. قطعوا الخضار بأي شكل انتوا عايزينه. الصوص عبارة عن عصير ليمون وزيت زيتون ودبس رمان وملح وفلفل أسمر. هقلبهم مع بعض وهضيفهم على الخضار. هعمل بطاطس بطريقة حلوة قوي علشان اقدمها مع الاجنحة والسلطة. معايا 6 حبات من البطاطس
نص كوباية دقيق، مية، معلقة صغيرة ملح، بابريكا، زعتر، ونص معلقة صغيرة من الكركم والثوم البودر. هقطع البطاطس صوابع سميكة شوية. في طبق هضيف الدقيق وكل البهارات، وهضيف المية بالتدريج واقلب لحد لما القوام يبقى لا سميك قوي ولا خفيف قوي. بالشكل ده. هضيف بقى صوابع البطاطس وهخلطها كويس في التتبيله. هقلي البطاطس في زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة لحد لما ياخد لون ذهبي. شايفين البطاطس حلوة قد ايه؟ مقرمشة خالص من بره وطرية خالص من جوه. شايفين الفراخ حلوة ازاي؟ رهيبة وطعمها في منتهى الجمال. هقدم في طبق التقديم البطاطس مع أجنحة الفراخ وشوية سلطة. عايزة اوريكم ان الفراخ مستوية خالص. قدمت الطبق كده مع كاتشب. وجبة عائلية اقتصادية حلوة جدا واحلى من المطاعم. اتمنى انكم تجربوها، هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم.